هل يمكن لريهام سعيد إنقاذ شكلها من جديد؟ اتهام بالتشويه وتوعد بالملاحقة القانونية هو ده اللي بيحصل بين ريهام سعيد ودكتور التجميل اللبناني نادر صعب بعد ما اتهمته بتشويه وشها بعد ما عملت عملية تجميل عنده. الموضوع ده قسم الرأي العام قسمين ما بين اللي مدي الأحقية لريهام واللي واقف تماما في صف الدكتور نادر. من كام يوم طلعت ريهام سعيد في لايف كان هجوم على خبير التجميل الدكتور نادر صعب، وهو واحد من أشهر خبراء التجميل في لبنان واللي خضعت عنده ريهام لعملية تجميل في وشها، وكشفت انها عملت العمليه من شهر مارس اللي فات. ريهام كانت بتهاجم الدكتور بتاعها لانه عمل حركه ضايقتها. الموضوع ان الدكتور نادر نزل على صفحته صوره بتجمع ريهام قبل وبعد عمليه التجميل اللي عملها لها واللي وصفها الدكتور بانها ناجحه. ردت ريهام عليه وقالت له وصل بك الاجرام انك تشوه وشي وتموت ست قبلي وتحط صوره لواحده مختلفه وتقول انها انا كنت زي القمر قبل ما اجيلك، ومين الست اللي انت حاططها دي؟ عارف انا هرفع عليك قضيه وهبطلك طب عشان انت بتاذي ناس كتير وانت تبعد حاجه عن انك تكون دكتور. انا بحذر الناس كلها من انها تتعامل معاك، وانا هطلع لايف اوريهم انت عملت ايه. بوظ وشي وانا بدري بالمكياج حاطط صوره لواحده تانية وتقول انها انا. وده اللي خلى ريهام تتضايق جدا وطلعت لايف وقالت ان الصوره اللي قبل مش صورتها اصلا، وقالت في الفيديو انها تعرضت في العمليه لحروق، وكمان بدأت تستعرض في الفيديو التغيرات اللي حصلت ليها قبل وبعد عملية التجميل على ايد الدكتور نادر، وقد ايه هي كانت جميلة قبل ما تروح له، وانه تسبب في انه يحصل لها مشاكل كتير وورم ووجود ندبات في وشها، وكمان تغير في هوية وشها كريهام سعيد. وده اللي اثبتته لما قالت انها احتاجت في المطار وثيقة غير الباسبور تثبت انها ريهام سعيد بسبب الفرق الشاسع ما بين الصورة والواقع، وبدأت تنزل صورة ليها قبل العملية وتوضح الفرق قبل وبعد العملية، ووصفتها انها فاشلة وقالت انها هترفع عليه قضيه لانه تسبب في اذيه ستات كتير. بعد كده رد الدكتور نادر في بيان لي على منصه الفيسبوك قال فيه انه هياخد كل الاجراءات القانونيه والتدابير اللازمه ضد كل من الاعلاميه والمحطه التلفزيونيه اللي بتظهر فيها، بس ما ذكرش اسمها واي حد بيروج للاتهامات دي، ووضح وقال انه هيرفع دعوه على الاعلاميه في مصر ولبنان وده لاتهامه بالمساس بالسمعه والتشهير والحاق الضرر، واشار انه هيقدم كل الادله والاثباتات اللي بتنفي كل الادعاءات الباطله للجهات المختصه للنظر فيها. ورد الدكتور نادر في تسجيل صوتي على ريهام قال ان الصور اللي هي نشرتها مباشره بعد العمليه واكيد لازم يحصل تورم وندبات، وانا راضي جدا عن العمليه واعلن انه هيقضيها بتهمه التشهير بيه. لكن مع تصدر الموضوع بالترند ثبت ان الدكتور نادر اتفق مع ريهام على انه يعمل لها العمليه من غير ما تدفع اي حاجه مقابل انها تعمل له دعايه في مصر. بعد كده طلعت ريهام في فيديو وردت على كلامه وبتقول انت عاوز تقاضيني؟ ده ايه البجاحه دي؟ مقاضاه ايه اللي بتتكلم عنها؟ وحذرت الناس من انها تتعامل معاه، وقالت انه عمل لي عمليه وبوظ وشي وعمل لي خطوط زي الشيطان.